أنتم الآن على موعد مع راديو دوغما لأعرفه. أهلا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم من يجدها. نحب نفكركم إن البرنامج موجه لحواء، لكن أهلا بكل آدم يحب يسمعنا أو يشاركنا. بنتكلم في برنامجنا عن نساء الكتاب المقدس، ونبتدي حلقة النهاردة. والسؤال بتاعنا النهاردة مهم جدا وحقيقي محتاجين نتكلم فيه. السؤال بيقول: أنا وحماتي مش متوافقين خالص، وتعبت وزهقت ومش عارفة أعمل معاها إيه، وكل يوم نكد بيني وبين جوزي. أنا بصراحة تعبت خالص. وطبعا مفيش قصة بترد على السؤال ده أحسن من قصة رعوس وحماتها نعمة، وبإذن ربنا هنلاقي إجابة لسؤال. ونبتدي نتكلم عن أبطال حلقتنا النهاردة، رعوس وحماتها نعمة. عاشت رعوس في عصر القضاء، وكان عصر مليان بالشرور والرذيلة والأوجاع، وكانت رعوس كأنها نجمة منورة في سما ضلمة. اتولدت في أرض مؤاب الوثنية، وكأنها الوردة اللي نمت في أرض محجرة، أرض جحود وإلحاد. وتبتدي القصة لما حصلت مجاعة في أرض إسرائيل، وهاجر أليمالك وأخد مراته وولاده الاتنين وهاجر لبلد غريبة اسمها مؤاب. وبعد فترة صغيرة مات أليمالك في أرض مؤاب. أما نعمة زوجته فجوزت ولادها الاتنين لبنتين من بنات مؤاب، لكن مات الولدين من غير ما يخلفوا. ولقت نعمة نفسها في أرض غريبة وقررت ترجع لبلدها وأهلها. فالمجاعة خلاص خلصت وظروف البلد اتحسنت، وفعلا راحت نعمة تودع زوجية أولادها. الأولى عرفة، واللي وافقت إنها تسيب حماتها، لكن التانية رعوس قالت مستحيل أسيب حماتي. حست بمسؤوليتها عن حماتها، فهي أمها التانية، إزاي تسيبها وهي كبيرة في السن ومحتاجة اللي يساعدها ويخدمها. رعوس بعد ما مات جوزها كانت هتلاقي 1000 واحد يعجب بيها وبجمالها، ده غير أخلاقها وسيرتها ونقاوتها وشجاعتها إنها تسيب وطنها وتروح لأرض غريبة، تسيب الراحة وتروح تكافح وتناضل عشان لقمة عيش ليها هي وحماتها. كانت مخلصة ودودة محبة، ونشوفها وهي بتحضن حماتها في لوحات أحد فناني الغرب، والصورة هتنطق بحب عظيم حزين. ونشوف رعوس وهي بتقول لحماتها بكل حب: حيثما ذهبتي أذهب، وحيثما بيتي أبيت، شعبك شعبي وإلهك إلهي، حيثما متي أموت وهناك أدفن. وسابت رعوس بيتها وأهلها وعشرتها وراحت مع نعمة حماتها، رحلة مش معروف آخرها. راحت مع نعمة ومعاهم إله إسرائيل اللي حبته وشافته في حياة حماتها ودقيته في حبها وتعاملاتها معاها. وتحاول نعمة إنها تخلي رعوس تسيبها، لكن مفيش فايدة. لكن ربنا ما يسيبش رعوس ونعمة، فهو الملجأ للي ملوش حد، هو قاضي الأرامل وأبو الأيتام. وتتنقل رعوس من الضلمة للنور، من كوش الإله الوثني إلى الله الحي إله إسرائيل، من الشيطان للمخلص، من الحياة الدنيوية للحياة الأبدية التي أعدها الله لأتقيائه. أما على المستوى الأرضي فتجوزت رعوس من بوعز، وكان عظيم من أسياد قومه، ويقول عليه الكتاب جبار بأس ذو ثراء، عريض تقي كريم وديع النفس واسع الحيلة، اللي وافق إنه يقترن بمؤابية ويقيم نسل لقريبه الميت، واللي كان إشارة لاقتران السيد المسيح بالكنيسة. وولدت رعوس عبيد اللي كان أبو الملك داود وسلسال من الملوك. ومش كده وبس، لكن كمان جه من نسلها السيد المسيح، واتكتبت اسمها في سجل الخالدين، وتعتبر هي الأممية الوحيدة اللي ليها سفر كامل في الكتاب المقدس. فأقل حاجة نقدمها لربنا بناخد بدلها أضعاف وأضعاف. يا ترى ليه رعوس اتمسكت بحماتها؟ لأنها فعلا بتحبها زي بنتها وأكتر. عشان كده رعوس كمان حبتها أكتر من أهلها وبلدها، وسابت كل ده علشان تعيش مع حماتها. من يزرع محبة يحصد محبة. وإذا كان عرفة كنتها الأولى اتصرفت حسب المنطق وراحت لأهلها، لكن رعوس اتغلبت على كل العوائق المنطقية. وهنا كانت المفاجأة إن ربنا يكافئ رعوس وتصير جدة للسيد المسيح. انت كمان خليكي زي رعوس في محبتها ووداعتها والتصاقها بربنا. ولو كنت في مكان نعمة حوطي على بيت ابنك، ساعديه يكون أسرة مسيحية مقدسة، اتنازلي شوية، علميهم يعني ايه تضحية وإنكار ذات. فلما بتصرخ الأم في وش ابنها أو بنتها ما بتعملش ليه؟ ببساطة لأنك انت نفسك ما بتعمليش. ونرجع لبطلة قصتنا النهاردة
رعوس، ونشوف إيمانها وهي بتحارب اليأس والفقر والتعاسة والغربة وبتنتصر. لو كان طريق رعوس مفروش بالورود ما كناش سمعنا حاجة عن انتصاراتها. نشوف رعوس المنتصرة اللي راح جوزها منها في ريعان شبابها وسابها أرملة في بلد ما تعرفش فيها حد. كتير ضاع إيمانهم في لحظات زي دي، لكن رعوس اللي ضاع منها جوزها وحياتها الهادية وعلى وصف الكتاب كانت صدمة قوية، لكن إيمان رعوس اللي قواها. ضحت رعوس بكل حاجة، سابت عشيرتها وبيتها واستحملت نظرات أهلها وحبايبها وهي سايباهم ورايحة البلد غريبة، رايحة مع حماتها، رايحة الإله إسرائيل. ما فكرتش إيه اللي ممكن يقابلها في الغربة، لكن هي موجودة مع مصدر سلامها وسعادتها. فياما مشاكل بتحصل وبيوت بتتقفل بسبب عدم حكمة زوج أو زوجة أو أم أو حما، لكن نعمة ارتفعت فوق غريزة التملك وعوضها ربنا بأجمل بنت وأجمل كنة على مر العصور. كسبت رعوس مش ليها لكن لربنا وللحياة الأبدية والخلود. فالمسيح الحقيقي لازم يكون قدوة، مش بالوعظ ولا بالكلام. اللي تحبي تعلميه لغيرك اعمليه. فأولادنا بيتعلموا من اللي بنعمله مش من اللي بنقوله. ونرجع لرعوس واللي بحنان نعمة وأمومتها الشديدة المحبة ومساندتها لرعوس وتفضيلها انها تسيبها وترجع لأهلها خلى رعوس تتعلم الفضيلة دي منها. نعمة هي كانت الكتاب الخالد اللي قريته رعوس وتعلمت منه ازاي تكون قديسة. وتشوف رعوس نعمة حماتها الأرملة وهي في أشد وأصعب تجربة ممكن يمر بيها إنسان، وهي فاقدة جوزها وولادها الاتنين وسندها في الدنيا. وفي عز الحزن والضيقة والوجع كانت بتفكر في كنتها رعوس وعرفة وتقول لهم فإني مغمومة جدا من أجلكم. انتي في ايه ولا في ايه يا نعمة؟ ده انتي في مشكلة صعبة جدا محدش يستحملها. لكن بالرغم من كده كان قلبها الحنين بيفكر في كل اللي حواليه وزعلان على كنتها واللي حصل لهم، وبتفكر معاهم انهم لازم يرجعوا لأهلهم. نعمة كانت مثال الإنسانة والحمى المحبة اللي لما سابها أولادها عشان يتجوزوا حيث يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، ما فكرتش أبدا في يوم من الأيام إنها تتدخل في حياتهم، وما ذكرش الكتاب أبدا إنها كانت سبب في حزن حد منهم. المشكلة بتبقى صعبة لما يقف في النص الزوج بين أمه ومراته، والأم اللي ممكن تكون سبب في ده أكيد ما قريتش ولا عرفت حاجة عن قصة نعمة، أعظم حما وأم في الكتاب المقدس وفي الكون. ولما تكون زي نعمة أكيد ربنا هيعوضك فيهم وفي عيالهم وفي حياتهم. دي وصية ربنا، يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته. بالحب والحكمة تقدري تخليهم هما الاتنين ولادك. خليكي لكنتك الأم والصديقة، حاولي تفهميها لأنه لازم يكون في اختلاف، والاختلافات بين الأجيال وبين الطباع وبين الأفكار والآراء واردة. اعتبريها بنتك ودوري على سعادتها وفرحة قلبها، ولما تريحيهم انت كمان هتنبسطي. ما تفكريش أبدا إنه يكون في منافسة بينك وبينها، بالعكس تكامل وتوافق ومحبة. لو كنت بقى انت رعوس خلي بالك من حماتك، هي أمك التانية، ماذر إن لو، عامليها زي مامتك. قدري حبها لابنها وخوفها عليه، حاولي تفرحي ابنها وتقدري سنها وخبرتها وأفكارها وتقاليدها. خلي رباطكم هو رباط الحب اللي بيظلل بيتكم علشان تحافظوا سوا عليه. صلي ودخلي يسوع في بيتك، البيت اللي فيه يسوع عمره ما ينهار. ونشوفكم في حلقة جديدة مع برنامجكم من يجد.